يوم بيوم دي اكبر مشكله، بتضيع وقت، بتضيع فلوس، بتضيع مجهود، بتضيع طاقه. ان انا كل يوم هعمل اكل ايه؟ زي ما قلت لكم تعالوا قبل الاسبوع، يعني انا دلوقتي الجمعه الخميس الاسبوع الجاي كله هفكر، وطبعا باذن الله كل حاجه هفكر طول الاسبوع هعمل ايه، اكتبيهم في ورقه. يوم السبت هعمل كشري، يوم الاحد هعمل بتنجان، يوم الاثنين هعمل فرخه، يوم الثلاث هعمل كفته رز، يوم الخميس هعمل صينيه مكرونه كده. هتسهل عليكي جدا 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 ان انا ارتب نفسي، وسهل على فكره ان انا في مره واحده هفكر هعمل طبعا الفطار والعشاء ده سيبيهم على جنب، احنا بنفكر في الغداء كذا 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 كذا، طبعا حسب كل واحد حسب امكانياته وحسب عدد افراد الاسره انا هرتب هعمل ايه. فهفكر مره واحده، هنزل اشتري مره واحده. تمام. طيب تعالي بقى، ده كده الغدا خلاص اشتريتي كل طلباتك، كتبتي كل انا هعمل كذا وكذا وكذا. طيب اعملي زي ما احنا بنعمل كده. طيب انا الاكله دي بتتكون من ايه؟ كذا 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 كذا، موجوده عندي خلاص، موجوده اعلم عليها صح. لا ده فاضل منها مكونين 3، اروح مكاتباهم على الجنب التاني كده، فاضل مثلا لبن، فاضل مكرونه، فاضل مش عارفه ايه من الوصفه دي، واروح كاتبه كده على جنب، واروح رايحه ايه شارياهم هي نازله واحده. كل ما بتنزلي اكتر تشتري كل ما بتضيعي فلوس اكتر. ده حلو كده؟ حلو كده. طيب الفطار والعشاء، وبعدين ايه بقى؟ العشاء والفطار فول، دمسي فول، عندك جبن، اي انواع من الجبن، واحنا عملنا جبن كتير جدا جدا اقتصاديه وغير اقتصاديه، فدي مهم برضو ان انت تعمليها. عندك حتى لو عملتي جبنه قريش يبقى دايما عندك في الثلاجه الفول، لو بتحبوا الفول، يعني انا شخصيا لا غنى عنه. موجود في الفريزر اكياس صغيره كده، رمضان وغير رمضان. انا عارفه بنهتم قوي في رمضان بالحاجات دي، بس غير رمضان برضو. الجبنه موجوده ان شاء الله، البيض موجود ان شاء الله. يعني دي حاجات افطار وعشاء، يعني ما تركزيش في دول الموجود هيتاكل. ما اعملي قانون كده، ما فيش حاجه اسمها هحضر فطار ايه وهحضر عشاء ايه، هو الغدا بس كده. تمام.